السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نجوى معاكم ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفي القناة اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت من متابعيني ما تنسيش تحطي لنا لايك للفيديو بتاعنا النهاردة علشان وصفتنا النهاردة جامدة جدا. ويلا بينا نحط لايك للفيديو ونقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة الميني بيتزا او زي ما تسموها بقى. هي وصفة سهلة جدا، ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص وطعمها حلو جدا. ومن غير بقى لا عجن ولا خبز ولا فرد ولا عجين خالص زي ما احنا بنقعد بقى نعجن البيتزا ونستناها تخمر ونفردها والكلام ده كله، لا خالص. هنشوف وصفتنا النهاردة. اول حاجة انا جبت ايه؟ جبت عندي الطاسة بتاعتي، حطيت فيها كده شوية من الزيت. نزلت عليهم طبعا اول ما سخنوا جدا، نزلت عندي باللحمة بتاعتي. زي ما تحبي بقى كمية اللحمة بتاعتك اللي انت هتحطيها، زي ما يعجبك، يعني تحطي نص كيلو على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. تمام. انا كنت عاملة الكمية دي عشان هعمل منها الوصفة بتاعتنا النهاردة، وكمان كنت عاملة جنبها صينية مكرونة بشاميل. تمام. عملنا ايه؟ حطيت اللحمة اول ما ابتدت ان هي تاخد لون معايا عشان هي كانت النار حامية جدا. فاول ما ابتدت ان هي تاخد لون معايا قلبتها على طول. وهنقلب فيها كده ونحاول ان احنا نفك التكتلات اللي فيها علشان ما تبقاش مكلكعة كده. واول ما هتلاقيها كده ايه خلاص خدت لون معاكي، هعمل ايه؟ هجيب عندي كام بصلية كده حلوين كبار، هعملهم هضربهم في الكبة وهنزل عندي بيهم على اللحمة على طول. انا ضربت كام 3 بصلات تقريبا كبار. لو انتي زي ما تحبي، لو انتي بتحبي البصل قصدي قليل ما تحطيش كتير. بس انا عادي يعني حطيت 3 كانوا حلوين قوي مع اللحمة وما كانوش زيادة ولا حاجة. اول ما اللحمه كده ابتدت ان هي خلاص تتشمع معايا، نزلت عندي بشويه من الفلفل الاسمر وبس. ما حطيتش الملح دلوقتي، مش هحطه غير في الاخر. انا حطيت بس فلفل اسمر انكه بيه اللحمه بتاعتي. ونزلت عندي بقى بالبصل بتاعي. زي ما احنا شايفين انا قلت لكم ضربت 3 بصلات حلوين كده كبار. وممكن تحطي كمان فلفل الوان. انا بصراحه كان عندي بس نسيت اطلعه من الفريزر فكان متلج يعني معرفتش ايه احطه. تمام. هنقلب بقى البصل كده كويس مع اللحمة لحد ما هما الاتنين ياخدوا لون ويستوي كده مع بعض، وبعدين هبتدي احط الملح بتاعي. وكده العصاق بتاعنا يكون خلص، ودي اول حاجة هتكون خلصت معانا في وصفتنا النهاردة. نزلت بقى عندي بشوية كده من بهارات اللحمة، يعني معلقة اللي هي المعالق الصغيرة دي، معلقة كاملة. نزلت بقى بيها وبعدين هنزل عندي بالملح. وقبل ما اطفي عليها عشان اتأكد ان هي استوت كويس جدا، هنزل عندي بنص كوباية من المية او ربع كوباية صغيرة من المية. وهسيبها بس تغلي كده وتتشرب المية وبعدين هطفي عليها. وكده خلاص خلصت معايا. طبعا العصاج عملناه مع بعض قبل كده كذا مرة، بس انا بعمله تاني عشان الوصفة هتنزل لوحدها يعني في فيديو منفصل، مش هتنزل في روتين. تمام. قلبنا بقى كويس اهو. زي ما قلت لك هنزل عندي بالملح وبنص كوباية من المية او ربع كوباية من المية. وبعد ما تتشرب خالص هطفي عليها. قلبنا بقى كويس كده ونزلت بالمية بتاعتي وهسيبها بقى مع نفسها، وهاجي جنبي على العين التانية يعني مقشرة عندي بطاطس. يعني اي بطاطس عندك، لو انت عايزه تعمليها بطاطس آلية او بطاطس اللي هي الطبيخ مفيش مشكلة خالص. انا مقشرة عندي دي كانت بطاطس اللي هي طبيخ، كنت جايباها للسلق يعني. فقشرت كده البطاطس بتاعتي وغسلتها كويس وحطيتها بقى تتسلق معايا علشان انا عايزاها مستوية جدا جدا. بعد ما استوت بقى معايا زي ما احنا شايفين هجيبها بقى هنصفيها وهنشوف هنعمل ايه. انا عايزة البطاطس دي هي اللي هتكون المكون الاساسي عندي اللي انا هستخدمه بدل العجين. فهماني؟ بدل العجينة هتبقى عندي البطاطس هي الطبقة اللي انا هحط عليها اللحمة المفرومة.
وهحط عليها بقية الحاجة بتاعتي. تمام. فهعمل ايه، ههرس بقى البطاطس بتاعتي كويس جدا، عايزة بالشوكة عايزة بالهراسة زي ما انا عملت كده، مفيش مشكلة. المهم ان هي تتهرس معاكي كويس قوي وتبقى مستوية طبعا جدا، ما تخليهاش فيها حبيبات خالص. تمام. بعد ما خلاص هرستها كده، هنجيب بقى المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها معاها. هنحط ايه، هحط عندي طبعا الملح، وهحط عندي كمان شوية من البهارات، شوية فلفل اسمر، وهجيب عندي المكون اللي هيربط معايا يعني البطاطس كويس جدا، اللي هي النشا. حط عندي معلقتين كده كبار من النشا. تمام. بعد ما احط معلقتين كبار من النشا مع الفلفل الاسمر مع الملح، مع التوابل اللي هي بهارات مشكلة، هنقلب كويس جدا. ولو عايزة تحط كمان معلقة من الزيت مفيش مشكلة، هتمسك برضو معاكي القوام كويس. تمام.